متابعي مجلة سكوتر أليكس، بث مباشر من على شط البحر اسكندرية. طيب يا جماعة، بما اننا فاتحين اللايف كنت حابب اكلمكم كده عن السكوتر بتاعي. انا راكب سكوتر على فكرة مارينو سبورت، تمام. كان معايا قبله طبعا عندي تجربة مع SYM، بس كانت يعني اضطريت ان انا اجيب مارينو سبورت طبعا علشان الميزانية زي ما احنا عارفين. وسبحان الله عايز اقول لكم ان هو بهرني بامانه، يعني ما طلعش زي ما احنا فاكرينه خالص. فعلا اداؤه كويس جدا، بس هي المشكله الوحيده ان انت ممكن تلاقيها في حته الفبره او حته قطع الغيار بتاعه الفبره، هي اللي دايما مش متاحه. طيب كمان برضو كنت حابب اقول لكم كده الصيانات اللي انا دايما بعملها فيه. انا بغير زيت، بحط اي زيت طبعا فولي سينثيتك او سيمي سينثيتك، المهم يكون مستورد، يعني مش هقول لك ماركه معينه او كده. اهم حاجه ان هو يكون مستورد، يكون براند محترم، ويكون طبعا اللزوجه المناسبه اللي هي 1040. طبعا بغير فلتر بغير الزيت، تمام، بتاع الCVT كل من رينج من 3000 ل 5000. وبحط موبل اللي هو الابيض اللي هو لزوجه 90/80. كمان بنضف فلتر الهواء تقريبا كل اسبوع، بشيك على ضغط الهواء كل اسبوع ان لم يكن اقل من كده. كمان برضو فلتر البنزين اللي انا يعني برضو كنت بنوع عليه، ده بغيره كل رينج مثلا ال 10000، تمام. طبعا زيت الفرامل اللي هو زيت الباكن بغيره كل 5000 ل 10000، يعني بشيك عليه بشكل دوري، وكل ما ينقص طبعا بزود. بالنسبه طبعا بقى للاتيال والقطع الاستهلاكيه ديت انا بشيك عليها اول باول، يعني يكاد يكون ان انا كل يوم قبل ما اتحرك ان انا بشيك على الاتيال، على ضغط الهواء، على مقياس الزيت بتاعي. طبعا انا بقول لك شويه نوتس كده، يعني يا ريت ان انت تعملها عشان يعني تاخد عمر اطول للسكوتر بتاعك وتاخد منه احسن اداء. في الاخر بقول لكم طبعا ربنا يستر طريقكم يا رب، وارجو ان انتم تكونوا استفدتم معانا. شكرا يا جماعه، وشكرا لوجودكم معانا، شكرا لكل متابعي مجله سكوتر أليكس.